السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو غادي يكون كخلاصة حول زيارة جوشوا هاريس نائب وزير الخارجية الأمريكي للجزائر، واللي كانوا فرحانين بها دويل العدو، وكيعتقدوا أن المسؤول الأمريكي جاي باش يأكد لهم على أحلامهم بتكوين دويلة في الصحراء المغربية، أو على الأقل يذكر لهم تقرير المصير والاستفتاء اللي تيخسروا عليه أموال طائلة كل سنة. لكن المسؤول الامريكي صدم جنرالات دويل العدو واكد لهم ان الحل ديال قضيه الصحراء المغربيه ما فيه لا تقرير المصير ولا استفتاء ولا استقلال، بل الحل الوحيد اللي كاين واللي خاصكم تحطوه في بالكم هو الحكم الذاتي اللي حاط المغرب. والخطير اللي صعق دويل العدو وخلاهم ما يرضاوش في هذه الزياره هو ملي اكد لهم المسؤول الامريكي بلي امريكا كتضمن للجزائر بلي ما غاديش يتم الاعتداء عليها لا من المغرب ولا من الحلفاء ديالو في حاله ما تم انهاء مشكل الصحراء المغربيه. وهنا بالضبط فين كتبان شكون هي القوة الإقليمية ديال بصح عسكريا وسياسيا واقتصاديا. وزاد أكد لهم على أن الحل ديال القضية خاصو ياخد في الحسبان الوضع على الأرض والأمر الواقع اللي كاين حاليا في الصحراء المغربية. يعني كيقول لهم باللي ما يمكنش لحتى شي قوة في العالم أنها تطبق شي قرار في الصحراء المغربية والمغرب ما موافقش عليه، حيث المغرب فارض الأمر الواقع على كامل الأراضي ديالو سياسيا، زائد الوضع على الأرض كله في صالح المغرب عسكريا وأمنيا. وهذا الشيء راجع لهزيمة دويل العدو والمرتزقة في حربهم مع المغرب، حيث كون كانت الدويل العدو والمرتزقة ديالهم مسيطرين على شي جزء واخا يكون غير صغير من الصحراء المغربية، فوقتها معمر المسؤول الأمريكي ما كان غادي يقدر يهدر بهذه الثقة كاملة. وزاد أكد عليهم باللي خاصهم ينساو شي حاجة سميتها الاستفتاء أو تقرير المصير، حيث ما عمره ما غادي يطبق في الأراضي المغربية. وهذا الشيء ماشي حيت امريكا اللي بغات، ولكن حيت المغرب خدم على القضيه وفرض الامر الواقع على الجميع بما فيهم امريكا. وهنا فين كنقولوا لا بارك الله في الضعف، حيت كون كان المغرب ضعيف عسكريا وسياسيا فببساطه ما عمره ما كان غادي يقدر انه يفرض الرؤيه ديالو ويفرض الحل الوحيد اللي بغاه هو في هذه القضيه، وهي قضيه الصحراء المغربيه. حتى لهنا غادي يكون الفيديو سالا، نتلاقاو في الفيديو القادم، مع السلامه.